back to English with Dunya. انت فاكر انك بتتكلم انجلش صح؟ طب استنى كده، في كلمات معناها الحاجة وعكسها. تخيل يعني ممكن تقول كلمة ونفهم غلط وانت مش واخد بالك. لو دماغك مستعدة تنفجر تعالى شوف بنفسك. النهاردة هنتكلم عن 3 important words هما dust, date وclip. أول حاجة عندنا هي dust وليها معنيين. أول حاجة to remove dust معناها إنك تمسح تراب. for example I dust the shelves this morning. مسحت تراب من على الأرفف هذا الصباح. أو تاني حاجة to cover with a powder معناها ترش حاجة كده powder معين. for example the baker dusted the cake with sugar. تاني كلمة عندنا هي clip بمعنى يقطع ومعناها يثبت أو يربط حاجة. لو بمعنى يقطع for example he clipped the wires with scissors. هو قص السلوك بالمقص. she clipped the papers together. هي شبكت الورق ببعضه أو ثبتته. ثالث حاجة عندنا هي date وليها معنيين. a social appointment معناها موعد غرامي. for example she went on a date last night. هي ذهبت في موعد غرامي الليلة اللي فاتت. ثاني حاجة a particular day معناها تاريخ أو موعد معين. for example what is the date of today؟ ايه تاريخ اليوم. That's all about it and see you later.